إذا لسه ما فطرت تعال معي بهالمشوار. أول مشوار بعد ما رجعت على طرطوس بالشيخ سعد، مطعم على كيفك. شفت هالبيتزايتين على الواجهة وصراحة ما قدرت قاوم أبدا، بلشت فطوري فيه. والحلو إنه ما تضايقت من العجينة أبدا، لأنه طلعت بالخميرة الطبيعية وكانت كتير خفيفة على المعدة. وغير هيك شو بحكي لك عن الزعتر والمحمرة والمكسات الرهيبة اللي لساتها معلقة بسناني. وأكيد ما رح ننسى فطاير الميلادي، من أشهى وأطيب فطاير الميلادي اللي ذقتن بحياتي. والمطعم جاهز لتلبية كل الطلبات مهما كانت كبيرة. ومو بس هيك، كمان يدللكن هالشاب المحترم في عنده دليفري بيوصل لقدام بيتك. واكيد ما رح فوت على البيت فاضي او افطر من دون اهلي، لهيك جبت لهم معي تشكيله كتير كبيره من فطاير الميلادي. شوف التقميره، شوف الريحه خرافيه. وغير هيك مشان بس اهلي بدهم يجيبوا للبيت فطاير يتجهوا فورا لهذا المحل، ما يروحوا لاي محل تاني. الشيخ سعد الفاخرية، أول طلعت الفاخرية بتلاقوا محل فطاير على كيفك، جربوه راح تدعوا ليه. لك وين الشاي يا مسلم؟